السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لكم مرحبا بكم معايا في كويزين مليكة. كما راكم تشوفوا الوصفة تاع نهار اليوم الشيفلور بصدر دجاج محشي بالجبن. يعني الوصفة هذه تاع نهار اليوم ماهيش يعني ما تديش الوقت، وحاجة يعني ما شاء الله. ذوقوا مذاق، يعني واش نقول لكم روعة. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. وقبل ما ندخل في تفاصيل الوصفة نقول لكم ما تنساونيش بالجيم. هذه هي، نروحوا بسم الله. دخلوا في الطريقة تاع التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا جيت مقلة، حطيت فيها غرفة كبيرة تاع الزيت، وهنايا حطيت 3 فصوص تاع الثوم كبارين، يعني ماشي صغار الفصوص تاع الثوم. كما تعرفوا الثوم راهي تنحرق، لازمنا يعني بالخفة يعني نقلوها غير فيت فيت والنار تكون ناقصة. نجيب هنايا مغرفة تاني تاع الطماطم مصبرة، هي تاني نقليها مع الثوم وراني نحرك. كي نشوفها تقلات نروح نجيب طماطم، طماطم مرحية. كما راكم تشوفوا عندي حبة طماطم كنت رحيتها وحطيتها زيتها هنايا. وهنايا نجيو للملح. الملح على حساب الرغبة، انا درت مغرفة ونص، مغرفة صغيرة بيان سور. ودرت التوابل، درت راس الحانوت، الكركم والفلفل الاسود والفلفل الاحمر. هادو كامل اللي استعملتهم هنايا في الوصفة هذه. وانت الا كاع ما عندكش حاجة ولا معليش تقدري تستغني الى الحاجة اللي ما عندكش. نجو هنايا نغطو عليهم ونخلوهم يتقلاو مليح مليح. وهنايا من بعد ما تقلاو لنا مليح نروحو نزيدو الاضافة تاع الماء. انا هنايا ضفت حوالي 2 كؤوس تاع الماء، على حساب يعني الكمية تاع الشيفلور اللي راح تستعمليها. نحركوا هكذا ونغطوها نخليها حتى كي تغلي نطفو عليها. هذه هي. هنايا خلاص ما نزيدوش نرجعوا لاصوص. هنايا نروحوا للشيفلور تاعنا. كيما راكم تشوفوا راني كنت فورته، يعني ما فورتوش يعني حتى ولا معمر بالماء. انا فورته خليت مسيته كي لقيته خلاص دخلوا صاي دخلوا الطياب، نحيته خليته كتر شويه ورحيته. هنايا نزيد له التوابل اللي حطيتهم كامل في لاصوص، راني حطيتهم هنايا في الشيفلور، مع ربطه تاع معدنوس. وهنايا كما راكم تشوفوا راني زدت نصف تاع الصدر تاع الدجاج، حطيت هذه ومن بعد زدت الكميه، يعني كملت النصف تاع صدر الدجاج كامل حطيته. وندخلوه مع الشيفلور والمعدنوس بيدي هكذا. ندخل كامل المقادير. وهنايا الملح انا ملحته في الاول، والا لقيتيه يعني ناقص الملح تزيدي له الملح. وكما راكم تشوفوا راني زدت لها لا شابلور. وهنايا يا البنات ما زدتش انا البيض، انا ما استعملتش نهائيا البيض. يعني الناس اللي ما تحبش البيض وما تحبش تدخله، هاي ليك الوصفه راهي قدامك. هنايا زدت حوالي 5 مغارف تاع لا شابلور. ومن بعد يعني شفت يعني هنايا عينك ميزانك راكي تشوفي كي تلقاه يحاكم لك مليح، مش ما تخليش يحكم لك حتى يولي ما يتشدش. يعني كي تدوريه دائره في يدك تقدري. وهنايا كيما راكم تشوفوا راني درت نصف تاع مثلثه تاع الجبن. واللي يحب يستعمل مثلثه كامله كيما حبيتي انتي، والمقادير المقدور تاعك. كيما راكم تشوفوا زدت درت الحبه الثانيه نوريها قدامكم. هذه هي. وتغلقي مليح الحبه تاعك ترمديها في الشابلور. هذه هي الطريقه. هنا كيما راكم تشوفوا راني وجدتهم كامل. نروحوا نحطوا الزيت، يعني نحطوا كميه تاع الزيت، نخليوه حتى يغلى الزيت تاعنا. ونروحوا نبداو نحطوا لي بولات تاع الشيفلور تاعنا يتقلاو. هنايا تخليهم يتقلاو الجهه تاع لتحت. كي تشوفيهم حماروا باش تقلبيهم، ما تمسيهمش في الاول. يعني حتى تشوفي الشيفلور يبان لك حمار لك على الجهه اللي من تحت، قلبيهم نورمال وما يتفتوا لك، ما يروحوا ما يجيو بدون بيض.
هاولي كيما راكم تشوفوا. هذه هي تقلبيهم غير بالعقل. نكملوا كامل الكميه نتاعنا. نروحوا هنايا كيما راكم تشوفوا، انا كانت المقله تاعي شويه صغيره، جبت هذا البلا حطيت نصف الكميه تاع لاصوص في التحت، ونبدا نحط لي بولات تاعي تاع الشيفلور، نحطهم كامل في السنيوه تاعي، ونحطهم على نار ناقصه، يعني النار ما تكونش قويه، يعني تنقصي الفرن تاعك. يعني تحاولي كيش تحطيهم، هاولي كيما انا حطيتهم، نزيد نفس الكميه اللي نصف الكميه عفوا اللي قعدت لي، نزيد نحطها فوق السطح تاع الشيفلور. ونجيب هنايا الجبنه هنايا اللي استعملت نابولي، يعني شريت بالميزان، وتحطيه على السطح كامل. وتغطيه كيما راني غطيته بالبابي كويسون والبابي الومنيوم. تشوفيه داب، وهذيك لاصوص راكي تشوفوا راهي تبكبك. هاوليك الطبق تاعنا راه واجد، جا ما شاء الله. هنايا حبيت نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيما راكم تشوفوا، تجي محشيه في الوسط بالجبن. نتمنى يعني تجربوا الوصفه هذه، لانها وصفه يعني والله تشهي، ومامطو يعني تقدري تستعمليها حتى لضيافك، يعني كطبق جانبي. هذه هي. هنايا نوصلوا لنهاية الفيديو تاعنا. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، ومع السلامة.